هي هذه الخيل الصويتيات، وهي مشهورة للشيخ أمير من أمراء حرب اللي هو ابن مضيان. كانت الصويتيات عند ابن مضيان، شوفوا الآن موجود. طبعا تتميز مميزات معروفة، إنه صقيلة وفيها تشابه الحمدانية وتشابه الصقلاوية بنفس، تشابه الكحيلة بنفس الوقت. فيها الطول يعني أطول من الحمدانية، واخذة اللون الحمدانيات اللي هي أكثرها صفر أو شقر، ومكحلة العيون. وطبعا رقبتها مي بعريضة، طويلة. شوفوا زي ما تشوفون الصويتيات هي خيل ابن مضيان. واذكر انا بمدرج لما كنا نروح لمدرج عند الشيخ عبد الله بن مضيان رحمه الله، اذكر عنده خيل من هذا. عاد ما ادري الان هل بقيت ولا عاد جاء ما جاء من الواهو وغيره. ناظر ما شاء الله ما شاء الله. هي طبعا ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصويتيات يتميزن بسرعة الكر والفر، بسرعة الكر والفر، رغم انهم ضخمات وطوال شوي لان يكرن بسرعة ويفرن بسرعة. وهذه من المميزات للحرب. الفرسان كانوا يحبون الخيل اللي تكر وتفر بسرعة. والافراس بالذات، كانت الافراس بالذات من هذه الخيل العربية تنثر البول وهي تمشي، وذاك ما توقف بالحرب. ولذلك الفارس العظيم فارس العالم كله خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان يوم القادسية ويوم اليرموك الأيام المشرفة كان ما يركب إلا فرس، يقول عشان ما توقف الفرس بوسط الميدان والسهام تمطر عليه يمينا وشمال، فكانت الفرس تكب الماء وهي تركض. هذه من مميزات الخيل العربية. أما الحصان لازم يقف، لو وقف جاك 1000 سهم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يركب، وفرسان العرب كلهم يركبون هذه الخيل العربية الأصيلة. وخالد بن الوليد وعمرو بن معدي كرب الزبيدي، الله هاي الناس اللي نفتر، يعض اللجام بأسنانه ويقاتل بسيفين. خالد بن الوليد كان يقاتل بسيفين رغم طوله، ما يمسك الرسن كذا وسيف بل لا، يقاتل بسيفين. وكثير ربيعة بن مكدم، طبعا هذا عاش قبل الإسلام، وذكره حسان بن ثابت رضي الله عنه، كان يقاتل بسيفين. وكان ينزل من تحت الفرس ويطلع يدور يلتوي من تحت الفرس. وله قصته لما ذكر عمر بن الخطاب سأل عمرو بن معدي كرب كيف كنتم، من هو أشد واحد واجهته بالحرب، وذكر قصة ربيعة بن مكدم. لذلك يقول شاعر من شعراء حرب سبيل بن سند يصف محبوبته، يقول ومن الصويتية، يصف صفات محبوبته، يقول ومن الصويتية توزي ودلي. يصف محبوب الفرس الصويتية فيها الخجل هذا والتوزي والطلوع والخروج. شوف شلون كما تعمل الآن قدامنا هذه الفرس الطيبة ما شاء الله تبارك الله. نعم فيها توزي وفيها دلالة أيضا ما شاء الله ما شاء الله. جاتنا اللي فيها توزي ودلال الصويتية، طبعا هي من مرابط قبيلة حرب الخيل الصويتية. شوفوا تختلف عن الحمدانية، فيها من الكحيلة وفيها من الحمدانية، فيها من الكحيلات وفيها من الحمدانيات. يعني الشكل هذا احنا العرب يجب اننا احنا نعرف خيلنا ونعرف بطونها، ما نترك الاجانب هم اللي يقررون لنا الخيل ويغيرون اسمها. شوفوا هذه عين الراصد ما تخطيها، يشوف الشكل. طبعا ربما انها سميت الصويتيات لاسباب اخرى، ان صوت الصهيل ربما، لكن انا ما اعرف سبب التسمية. لكن انا اول ما اشوفه أقول كحيلة، أقول حمدانية، لكنها هي ليست كحيلة ولا حمدانية، إنما هي الصويتية. يا الله رائحة عظيمة والله، أحسن من رائحة أحسن عطر بالعالم. يا الله قسما بالله ترد الروح. والعاديات يا ضبحة، يا الله الله أقسم بالعاديات. يا طعمها يا الله، يا حبيلة يا ناس يا قلبي.